اظبط 10 منبهات مختلفين، اسمع كل واحد منهم بيرن الرنة المختلفة بتاعته، وهتقفل ال10 منبهات المختلفين دول وتكمل نوم. ليه؟ ببساطة لأن الإنسان اللي بيظبط المنبه بالليل مختلف تماما عن الإنسان اللي بيصحى الصبح ويطفي المنبه ده. زي ما شرحت على مدار السلسلة دي، الإنسان ال ADHD عنده دماغين مش دماغ واحدة. CEO جولدفيش. الانسان السي عنده مسطره، عارف هو ليه المفروض يصحى في الوقت ده، عارف ايه اللي وراه. بالليل بيظبط المنبه وهو متخيل تسلسل واضح جدا لليوم المفروض يمشي ازاي. الدماغ الجولدفيش ولا عنده اي بلح من البتنجان ده. اول ما بيصحى من النوم الصبح مفيش حاجه في دماغه غير ان انا عايز افضل مكمل نوم. بالنسبه له ده هو المنطقي، البيولوجي، المسعى الطبيعي انه يفضل محافظ على حاله الاتزان الكيميائي النادره اللي هو بيكون فيها. مصطلحات زي الوقت او الادراك او الاستثمار او احنا لازم نصحى علشان لازم نروح النهارده الكليه، علشان لو ما رحناش الامتحان هيضيع مننا وبعد كده هنضطر نعيد سنه من اول وجديد هو ما عندوش اي مشكله في كل ده. هتلاقي ان عقلك حينها فعلا بيقولك وايه المشكله، المهم ان انا اكمل نوم دلوقتي. وجزء جواك فعلا هيصدق مهما كانت المحاضرة مهمة، مهما كان ميعاد الشغل مهم، مهما كان الاستثمار في انك تنزل الجيم مهم، مهما كان كل الحسابات المستقبلية دي مش موجودة في عقله. ولأن الجزء ده في عقلك عايش جوه الجمجمة وبيتكلم بنفس لغتك، مصطلحاتك، ذكرياتك، أحلامك، أفكارك، فبيتنكر على هيئة الCEO مود، وبتقدر بمهارة تقنع نفسك وانت مش عارف ان اللي بيكلمك هو الجولد فيش مود. علشان كده انت محتاج تعمل حاجة تعرف بيها مين بالظبط اللي بيتكلم معاك في الوقت ده. اختبار ما يقدرش يحله صح ابدا الا الCEO مود. انت بكل تأكيد سمعت عن حد بيمشي وهو نايم، بيتكلم وهو نايم، بيضرب كل اللي نايمين حواليه وبيرفصهم في السرير وهو نايم. لكن عمرك سمعت عن حد بيكتب وهو نايم؟ الكتابة نشاط لا يستطيع القيام به الا الCEO مود. شرح النيور ساينس والبيولوجي اللي ورا الموضوع ده يطول وموجود في كل التفاصيل اللي في المقالات اللي تحت الفيديو ده، تقدر تقراها على بلوج زي الفل. لكن اللي انت محتاج انك تعرف ان اسهل طريقه، افضل من القهوه، افضل من لو حد جه كب عليك جردل الميه ساقعه، انك لحظه ما تستيقظ تجبر عقلك اللي ظبط المنبه بالليل ان هو اللي يستيقظ دلوقتي ويبدا ياخد اكشن، انك تمسك ورقه وقلم او قلم وورقه تكتب جدول سهل جدا جدا جدا. الجدول معتمد على 5 أسئلة. السؤال الأول، لو أنا كملت نوم دلوقتي هحس بإيه؟ لكن لو صحيت هحس بإيه؟ السؤال الثاني، بعد 5 دقايق لو أنا كملت نوم دلوقتي هحس بإيه؟ وبعد 5 دقايق لو أنا صحيت دلوقتي هحس بإيه؟ أنت أكيد فهمت. احنا بنمشي لحد السؤال الخامس، بعد سنة لو أنا كملت نوم دلوقتي بعد سنة أنا هكون حاسس بإيه؟ ولو أنا صحيت دلوقتي بعد سنة هكون حاسس بإيه؟ الفكرة في ال5 أسئلة دول إن هم بيوروا عقلك بشكل واضح جدا الكوست، التكلفة اللي جزء الجولد فيش في عقلك ما بيسمح لكش انك تشوفها. انت بتجبر عقلك انه يشغل الجزء الاستثماري اللي فيه، اللي هو من اصعب الاجزاء اللي احنا كناس عندنا ADHD ان احنا نتعلمه. فبتبدا تشوف تكلفه انك تكمل نوم دلوقتي. ايوه هتحس انك مستريح للحظات، لكن على مدار يوم وشهر واسبوع والسنه و5 دقائق او العكس هتبدا تشوف تدريجيا الندم بيتزايد، وانك بعد سنه كنت هتتمنى وتقول يا ريتني كنت صحيت. انك ترجع للنوم بعد ما بتعمل الجدول السريع جدا ده شيء صعب، صعب للغاية، لان عقلك الجزء الCEO في عقلك ما بيسمح لكش. وبتلاقي انك تقوم من السرير حينها سهل جدا جدا جدا. ودي احد المعلومات اللي يهمني في اخر السلسلة اللي انا بسجلها عن زي الفل بالمنظر ده انك تعرفها، وهي ان قدرتك على تحكم في نفسك وفي عقلك سهلة جدا جدا جدا. اول ما تعرف المفتاح، اضخم الابواب واعقدها بيتفتح بمفتاح التكتاح. في زي الفل انا بحاول اقدم لك المفتاح ده، فلو دخلت على زي الفل هتلاقي ان في زي الفل سليب بيساعدك بالضبط تعمل اللي انا قلت لك عليه دلوقتي. تقدر تعمله عن طريق انك تكليك اول ما تصحى على السيريز دي بس تقراها، او تقدر انك تعمل ميرور ده بالورقه والقلم. وبالاحصائيات من الاف المستخدمين لزي الفل حاليا، بالذات جزء زي الفل سليب، الريبورتس بتاعتهم وتقاريرهم عن their sleep schedule او جداول مواعيد نومهم اختلفت اختلاف جذري. وكالمعتاد كل ساينس والليتراتشر اللي انا اعتمدت عليه علشان ابني كل اللي انا اتكلمت عنه ده موجود في المقالات اللي تحت الفيديو ده. والله اعلم.